اهلا بيكم. النهارده بقى هنعمل كيك البرتقال، سهل وسريع وهيشرفك جدا قدام ضيوفك. ان شاء الله تعمليه كل يوم من بساطته. معايا المكونات. اول حاجه معايا هنا الخلاط او الكبه. معايا 4 بيضات، انا استخدمت 4 بيضات علشان البيض عندي كان صغير، انت لو البيض عندك كبير استخدمي 3. ومعايا معلقه صغيره من الفانيليا على البيض. هنزل عليهم بكوبايه وربع من السكر. واهم بقى مكون معانا عصير البرتقال اللي هو بيجي بودر، بنخففه بالميه. وان شاء الله هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. هنزل بكل حاجه في الخلاط او في الكبه بتاعتي. نص كوبايه من الزيت عليهم. هضربهم كويس قوي في الكبه لمده 3 دقايق بس او دقيقتين، يدوب السكر ولونه يفتح شويه. في الوقت ده هنجهز بقى المكونات الجافه. معايا كوبايتين من الدقيق ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. اهم حاجه هنا هننخل الدقيق كويس قوي عشان الكيكه تيجي معانا خفيفه وهشه. هننزل بالدقيق كده بالتدريج لحد لما نوصل للقوام المظبوط بتاع العجينه. مش عايزين العجينه تقيله قوي ومش عايزينها خفيفه، هي بتكون وسط، مش تقيله ومش خفيفه. احنا لسه محتاجين تاني دقيق، هنحط كمان شويه لحد لما نوصل للقوام المظبوط. هنقلبه كويس قوي بس ما تبالغيش في التقليب علشان تطلع معاكي هشه. بيكون ده قوامها، احنا عايزين القوام ده. في الوقت ده بقى هنجهز القالب بتاعنا. هي الصينيه تقريبا 24. هنحط مسحه من الزيت وهنحط معاها شويه دقيق. هنبطن الصينيه بالطريقه ديت بالدقيق والزيت. هننزل عليهم بخليط الكيك اللي معانا. اهم حاجه في الوقت ده نكون بنجهز الفرن ومسخنينه من قبلها على درجه حراره 180. هتقعد معانا في الفرن تقريبا نص ساعه وبعدين نختبرها بالخله. وده بيكون شكلها في الاخر ما شاء الله طالعه هشه جدا، لونها فظيع جدا ما شاء الله. مفيش جمال بعد كده. يلا بينا نفتحها ونشوفها من جوه عامله ازاي. شايفين ما شاء الله جميله قوي، اسفنجيه جدا جدا جدا، هتشرفك جدا قدام ضيوفك. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير.